اهلا بيكو في واحد سيوة. بمجرد ما انت داخل على البلد وانت داخل كده عديت مصنع صافي بتاع المية، بتلاقي الطاقة السلبية بتاعت الطريق اتسحبت. مجرد دخلتك لسيوة وقرايتك لليافطة ديت الطاقة السلبية بتتسحب. يلا بينا بقى، تعالى ندخل نشوف اتحاد ملاك بشاير سيوة واللي احنا بنعمله للمستثمرين علشان نعمل مشروع استثماري زراعي حقيقي. طبعا ما شاء الله سيوة البلد الجميلة. هتلاقي هنا في سيوة كل الخدمات، كل المنافع. المستثمر النهاردة لما يحب ياخد أرض ويزرعها يقدر يقعد في البلد، يقدر يعيش في سيوة. الاستثمار الزراعي، الميزة في سيوة هنا انها بتجمع ما بين الاستثمار الزراعي والاستثمار السياحي. يعني انت النهاردة تمام تقدر يبقى عندك مزرعة وتقدر تجيها كل 3 4 5 شهور، منك هتستجم في سيوة محيراتها البلحية وكامباتها السياحية وعلاجها كمان، لان الرمل بتاعها بيعالج الحاجات الروماتيزم والروماتويد وألم العظام. داخلين دلوقتي ماشيين في قلب سيوة مبسوطين باللي احنا بنشوفه من خدمات، من بنية تحتية، من مرافق حكومية. بس عاملين الفيديو ده عشان نطمن المستثمرين ان سيوة ديت مش منطقة صحراوية، دي منطقة للمعيشة ومنطقة للاستثمار ومنطقة للسياحة. ومعانا مستثمرين ومعانا ناس بيبقوا عايزين يهربوا من هموم القاهرة وزحمتها لمناطق نظيفة ومناطق بعيدة. ده طبعا اسم شرطة سيوة اللي احنا طبعا من ضمن الخدمات اللي بنتكلم عليها. طبعا قدام هنلاقي طبعا ده بنك القاهرة، وحاجة جميلة كده معمولة على التراث السيوي، تحس ان انت كده يعني في سيوة. عندك طبعا في ده معهد ابتدائي، طبعا عندك كل الخدمات. يعني انت لو عندك عايز تقعد هنا هتلاقي مدارس ومعاهد ازهرية لولادك، هتلاقي كافيهات وسياحة وسكن ومعيشة. احنا في الطريق للمزرعة لبشاير سيوة، اتحاد ملاك بشاير سيوة. طبعا المشي في قلب الطريق اللي احنا شايفينه ده حاجة كده تبعث للحياة. سيوة كلها بتمتاز طبعا بالنخل، الطرق الجميلة. طول ما انت في طريقك رايح لمزرعتك من وسط البلد من قلب سيوة، طول ما المناظر ديت على يمينك وعلى شمالك. طبعا المناظر ديت العالية ديت هتلاقي جواها بقى ايه، كامبات سياحية وفنادق. تبص للمنظر من بره كده هتقول لي ده كامب سياحي، تخش تلاقي فيه اجانب وتلاقي فيه ناس روس والمان وطلاينة مصريين. منظر خلاب ما شاء الله. يعني اللي هيجي سيوة او اللي هيستثمر في سيوة يعني اول حاجة غير ان هو هيستثمر وهيكسب فلوس هيبسط. ودلوقتي وصلنا لارض اتحاد ملاك بشاير سيوة. طبعا الاتحاد ملاك بشاير سيوة ده يعني فكر نموذجي جديد في الزراعة التشاركية. بيبقى كل 50 فدان عبارة عن وحدة زراعية منتجة، لان احنا بنعامل النخل كأنه مصنع منتج. مطلوب من كل نخلة كام كيلو وكام جريدة وكام فسيلة وكام سنتي كل كام شهر. فاتحاد الملاك اللي احنا دايما اعلنا عنه في سيوة، لان احنا طبعا عندنا مشروعنا في الفرافره واعلنا عن اتحاد الملاك في سيوة، لان سيوة ما شاء الله فيه وفر مائي كبير جدا. كل 50 فدان عباره عن وحده منتجه منفصله بذاتها، مستقله بذاتها، لها مهندس ومدير انتاج ولها عمال ولها مشرفين خاصين بيهم. ال50 فدان لهم بير منفصل، لهم وحده طاقه شمسيه منفصله، لهم خدماتهم المنفصله. اتحاد الملاك ده هيبقى مثال ان شاء الله للاستثمار الزراعي التشاركي. بالنسبه للوضع القانوني هنا، الارض هنا في سيوة كلها تمليك مباشر. كل مستثمر بيتملك الارض باسمه مباشر من الدوله، بكل الضمانات على الشركه المنظمه لاتحاد الملاك في سيوة. وطبعا انتوا عارفين شغلنا ما شاء الله في الفرافره وفي بعض المناطق اللي احنا عاملين نجاح فيها في بشاير النخيل وبشاير سيوة، والمشروعات اللي احنا دايما هيبقى عندنا في كل قطعه في ارض مصر ان شاء الله نموذج يحتذى به.